ودي للي ما يعرفش الأوضة بتاعتي. طبعا بعد الستارة ديت هو في السبورة وكده. فلما بحتاجها يعني فبعمل بقى اللي هعمل الستارة كده أو كده يعني عشان ودي مكان بعد الستارة مكان نومتي، وأنا عامل الستارة دي عازل أصلا علشان لما أقوم من النوم خلاص ما بفكرش خلاص في النوم تاني، فيبقى قدامي بقى المنظر دوت. هو ده الاستوديو الصغير البسيط بتاعي. تمام. فيبقى قدامي بقى الايه، الاستوديو دوت والدولاب بتاعي اهوت تبع صراحة. تمام. تمام. طيب ماشي. تمام ماشي. طبعا النضارة ده مش بلبسها كتير. النضارة دي أنا جايبها حفظ نظر. أنا الحمد لله نظري مش ضعيف يعني. الحمد لله كويس، ولكن أنا جايبها حفظ نظر لأن أنا كنت في فترة من الفترات كنت بشتغل. كان في عفرة كتير قوي بتضايقني بصراحة، وبحس إن يعني بتترف، ففكرت إن أنا أجيب النضارة ديت علشان تحميني شوية يعني. بس بلبسها لما يكون في عفرة. ده كده المصحف الصغير، المصحف الكبير. طبعا ده كورس صغير كده. تمام. وتحت الترابيزة هنا كده هنلاقي الكتب بقى والهدوم بتاعتي اللي أنا بلبسها وبصور بيها أو بروح بيها أو اللي بروح بيها الشغل. بس ودي غرفتي وده الاستوديو. ادي اهو رينج لايت، وادي بتاع ديت. طبعا البتاع دي اللي ما يعرفش اصلا كنت عاملها يعني. بس بفرجكم حاجة. ده اصلا منقطع لا بتاع بص ماشي. خلوني افرجكم كده. ده اصلا ثبت غسيل يعني. تمام. فيعني طبعا انا عملت بقى كده وظبطته. انا جايب ورق اسمه ايه ده، ورق زبدة. ورق زبدة الورق زبدة، وحاطط جوه بقى يعني لمبتين كده. تمام. ودي تيشيرت كان قديم قوي عندي مش بستخدمه خالص، فغطيت بيه المكان دوت. تمام. ده سبت غسيل طبعا باين اهو من هنا. ده سبت غسيل. انا كنت شاريه، بس يعني حتى الحاجة زعلت لي شوية، لكن الحمد لله قدرت ان انا اداوم مع الموضوع يعني. وايه الحمد لله عدى على خير يعني، من غير اي من غير اي قلق يعني. بس ودي لمبة المذاكرة اهي. طبعا شايفينها لمبة المذاكرة بولعها بصراحة يعني. أحيانا كتير ما بولعهاش، ولكن لما بكون محتاج أولعها بولعها. ودي بقى الورق الحاضر اللي أنا كنت جايبه. تمام. ودي آية الكرسي. بس وده كرسي المذاكرة جايبه من فترة كبيرة قوي يعني، فترة كبيرة قوي جدا يعني، يمكن 5 سنين تقريبا، حاجة زي كده. بس وده بقى المشترك. وادي ده المشترك طبعا اللي بيبقى فيه كل اللعبكة بتاعت الكهرباء. تمام. خلوني برضو خلوني برضو ان انا اوريكم الاوضه بتاعتي. تمام. دي المروحه. تمام ماشي. طبعا الاوضه اتحسنت بشكل كتير عن كده يعني، الحمد لله يعني. هنا الفوطه، وبعد كده الباب بقى والحمام. تمام. هيبقى نخش بقى اوضه النوم يعني. هنسميها هنسميها اوضه النوم. ماشي. خلينا نخش اوضه النوم. بسم الله. اوضه النوم طبعا هنا المصليه، فرش المصليه. تمام. وهنا ادي ده السرير بتاعي. طب احنا كده فين؟ احنا كده خلاص بقينا في اوضه النوم، فتلاقي بقى ما تفكر في النوم بس بقى بعد كده. آه ده كده اوضه النوم. طبعا باجي انام. طبعا في مرتبه. لما باجي مثلا اغسلها او كده يعني، فبطلعها فوق السطح. فبطلعها قصدي في بشيل الفرش منها يعني، او بخرجها مثلا، بتقعد مثلا اول ما تتغسل لانها كذا سفنجة فوق بعضها يعني، فبتاخد شوية. تمام. ودي المخدة بتاعتي. تمام. وهي دي السبورة الجميلة اللي برضه ساعدتني بشكل كبير. دي السبورة. طبعا الحاجات دي انا كنت كاتبها بصراحة يعني ايه. كانت في حاجات عندي في الشغل كده يعني، كنت محتاج ان انا عايزة مني قرار يعني. كذا حاجة كانت محتاج ان انا اخد فيها قرار، زي الوقت، مواعيد عملي. انا كنت الاول بشتغل من 9 الصبح، حتى انا كنت كاتب اهو
انا كنت بشتغل من 9 الصبح لحد الساعة 4. دي كانت مواعيد عملي. فانا كنت قررت ان انا اغير الميعاد يعني عشان اهتم بالدراسة اكتر او اديها وقت اكتر. طب خلونا نركز فين الاول. فغيرت الميعاد، خليته من 2 ل9. فالميعاد دوت كنت حاسبها هنا، فقلت ان انا بشتغل ان انا من بعد اخلي المذاكرة كلها من اول الساعة 6 الساعة 5. من اول الساعة 5 حتى كده وجبة خفيفة لحد ال لحد الساعة 1 كان او 12 على اذان الظهر، اللي هو انا خلاص اخلص مذاكرة اصلي الظهر واروح الشغل وارجع الساعة 9. انا عامله برضه الساعة 9 ملحوظة برضه علشان انام بدري ما اسهرش. يعني انا عملته الساعة 9 عشان انام بدري. ده كان بيكلفني بصراحة في الشغل ان انا كنت بمشي مشوار طويل جدا، لان انا كنت مخالف المواعيد اصلا اللي هي اللي الشغل اللي عاملها، وكنت عامل مواعيد خاصة بيا انا. فكنت كان في اتوبيس نادي بيطلعنا بره كده يعني، عشان احنا في مكان يعني يعتبر زي صحراء يعني وكده. فاللي ما يعرفش الفرع التجمع الخامس النادي الاهلي، فكان مكان كبير بيخليني امشي مشوار طويل قوي، وحته بتبقى مقطوعه ومهجوره كده وصعب قوي ان حد يمشي فيها. مصورتهاش بصراحه قبل كده، كنت عارضها. ف كنت بتعب كتير في المشي، ولكن كان بيفيدني ان انا كنت باجي الساعه 11 او 12 بالكتير. كنت بنام على طول عشان اكمل او اواصل ان انا اصحى برضو الساعه 5 الصبح او الساعه 6، وابدا اليوم التاني وهكذا. آه، تمام. طبعا انا هنا كنت عامل هنا إن أنا اول ما اصحى الساعه 5 وجبه خفيفه، وبعد كده اصلي الفجر. بعد ما اصلي الفجر اخد كوبايه قهوه واذاكر شويه لحد الساعه 8. وعملت وجبه خفيفه هنا برضو مع كوبايه قهوه تاني. تمام. عشان ابقى مركز واذاكر لحد ما اذان الظهر لحد الساعه 1 والبس وامشي يعني. آم، الحاجات اللي قابلتني هنا المشكله ديت والله بجد، ان النور كان بيقطع الله يسامح بقى. النور كان بيقطع من الساعه 11 لحد الساعه 1. فكان بيضايقني قوي، لان انا بصراحه كنتش بصحى يعني، مش يعني ما كنتش بصحى 5 بالظبط يعني، ولا كان ممكن اصحى 6 ونص 7 8 في الوقت دوت، لان الواحد برضو بيبقى ساعات بيبقى مرهق بصراحه، انه جاي مرهق من المشي المشوار الطويل اللي انا كنت بمشيه ده، وكنت ببقى مرهق بصراحه. فكنت ممكن اصحى الساعه 7 او الساعه 6 او 8 او 8 ونص، فعقبال ما خلاص بقى استوعب وكده واذاكر، فبلاقي بعد ساعه او ساعه ونص النور بيقطع. فالحمد لله يعني. فكان ببقى بعمل حسابي بشحن الموبايل وبذاكر على كشاف الموبايل عشان انجز يعني. في إيه تاني هنا. هنا احنا عندنا مثلا هنا زي مثلا كان في مكان معروض عليا يعني، زي مكان كده مريح شويه في الشغل يعني، اسمه البلياردو وكده يعني. فالمكان ده كان معروض عليا ان انا يعني زي نقل، ان انا هنقل من مكان لمكان. ولكن ما حسيتش فيه بميزه قوي، لان انا ما كنتش هقعد لوحدي ساعتها، فما كنتش عارف انجز فيه حاجه، وحسيت ان انا في المكان اللي انا فيه احسن. آه ايه تاني ايه تاني مكتوب على السبوره، عشان في ناس بتبقى عايزه عندها فضول بصراحه انها تسمع تعرف الحاجات دي. آم، هنا المراحل 7 مراحل فلتر. هنا كنت انا حاطط خطه ان انا اجيب فلتر ميه بصراحه، لان الميه اللي كانت عندنا في حاجه في الماسوره تقريبا، فكنت بحس انها وجعاني قوي بصراحه. يعني كنت بشرب ميه معدنيه، وبحاول ان انا كنت اعمل مشروع فلتر يعني. تمام. آم، زمزمية. كنت برضه حاطط كده في دماغي ان انا اجيب زمزمية، اللي هي حاجة كده زي اللي شفتوها تقريبا، اعتقد شفتوها حاجة كده اروح بيها الشغل، عشان برضه المياه هناك لقيتها اكتشفت انها مش حلوة اصلا ووحشة. آم، التمارين الرياضية 3 أنواع، كل نوع 12. دي بصراحة مش فاكر بقى كتير أوي كتابة، مش فاكر بصراحة كانت ايه. آم، النوم الساعة 10. أنا كنت حاطط خطة النوم الساعة 10. آم، الأجازات كنت حاطط خطة برضو إن في الأجازات إن أنا أشتغل أصحى من الفجر لحد العشاء. وبرضو في حاجات من الوقت الميعاد ده اللي هو عجبني فيه، ان هو كان
كنت بصلي الظهر في البيت، فانا في وقت البيت ما فيش غير صلاة الفجر وصلاة الظهر، وبقية الصلوات كانت في الشغل، وكان اكلي برضو غدايا بيبقى في الشغل، فكان بصراحة الشغل كان واخد مني يعني، كنت بخلي لي الوقت اللي هو انا مش ايه يعني، مش هقدر ان انا استغله في الايه في المذاكرة. آم، هنا بصراحة مش فاكر شنطة الامتحان. هنا شنطة الامتحانات ماشي ان شاء الله تمام. بس هي دي كانت الحاجات طبعا. آم، وطبعا انا وقت الفراغ دي انا كاتبها كده يعني، وقت الفراغ دي يعني معناه ان الوقت اللي انا ببقى فاضي فيه آم، في الشغل اذاكر فيه. فالمهم بقى ايه، المهم ان انا الميعاد ده بصراحة كان جميل جدا 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 بالنسبة لي، كلفني بصراحة فلوس اكتر ومجهود اكتر، بس كان لا ماشي معايا دنيتي التانية او حياتي التانية بره الشغل بشكل كويس. ولكن غيرت الميعاد دوت للاسف انا غيرت الميعاد دوت وخليته من الساعه 4 لحد الساعه 11، اللي هو الميعاد الطبيعي يعني في الشغل. طب ليه غيرت الميعاد؟ غيرت الميعاد لان انا بصراحه ربنا كرمني الحمد لله وجبنا تليفون جديد، تليفون كويس بكاميرا كويسه وبيساعدني كتير في التصوير والمونتاج. فخفت بصراحة ان انا بمشي في مكان مقطوع بشكل كبير جدا، ويعني فالموضوع كان مخيف بصراحة شوية، فكنت خايف برضو على الحاجة اللي معايا ديت، فما رضيتش ان انا اجازف. وقلت بس ايه يعني، اصبر شوية على الميعاد دوت لحد ما ايه بعد كده ان شاء الله انقل تاني. بس دي كانت السبورة اهي. طبعا انا كنت دي حاجات من الحاجات انا بكتبها، انا بكتب حاجات كتير اصلا وبمسحها يعني، في حاجات كتير بكتبها وبمسحها. وزي ما قلت لك دي غرفة نومي، أوضة نومي المتواضعة الصغننة. تمام. نخش تاني نشوف الاستوديو. دي الاستوديو، دي الشنطة تمام والمحفظة، ودي المروحة. طبعا دي الكاوتشات بتاعتي. طبعا الكاوتشات دي نضيفة عشان انا لسه غاسلها فمخليها هنا يعني، ولكن في الطبيعي هي بتبقى بره يعني، مش مكانها ده خالص، ولكن عشان لسه بس غاسلها حتى هي الرباط بتاعها لسه موجود. طب كلام جميل. بس دي هدومي. طبعا انا لما بصور فيديو بقى فبقى ايه، بحاول ان انا احط الايه اختار بقى من الحاجات اللي عايزها تبقى جنبي يعني. ده شباك بصراحة مصدر تهوية ليا كويس قوي. الدنيا دي مش شايفان اي حاجة ماشي. بس وادي لمبة المذاكرة، وادي المصحف بتاعي ثبت الغسيل اللي هو الرينج لايت اللي هو الرينج لايت مش عارف اسمه ايه بصراحة، السوفت بوكس. سوفت بوكس ثبت الغسيل، ثبت الغسيل ماشي. وادي الرينج لايت، وادي الترابيزة تيبل، ماي تيبل بتاعتي تمام. وادي بقى ده الدولاب بتاعي، طبعا في ده الشنطة اللي انا جبت فيها التليفون، ودي الكتب بقى، وطبعا الهدوم في وسط الكتب، وحطيت قدامي الكتب اللي انا بستخدمها باستمرار يعني. آه، بس اما تقولي بقى انت بتحب تذاكر فين بقى، اقول لك بصراحة انا احب اذاكر هنا يعني، احب اقعد كده هنا كده واخلي الكتب كلها قدامي تمام، وابص بقى في الكتاب كده بعناية، اشوف بقى انا بعمل ايه بصراحة يعني. بس طبعا بقى هيبقى في تطوير بقى باذن الله يعني، واحدة واحدة كده. دي بتاعي كده انا عاملها بقى بصراحة يعني زي ترابيزة كده او مسند كده، عشان لو حبيت ان اسند، لو انا مستعجل ولا حاجة اسند عليه اي حاجة وامشي. ده طبعا الركن دوت كده مخصص للغسيل، الحاجات اللي انا بلبسها وكده وبتتبهدل فبحطها ايه في المكان دوت. بس دي المحفظة بتاعتي خلاص ماشي. دي دي بتاعت سشوار برضو كده ماشي، ملهاش اي لازمة دلوقتي. ودي شنطتي الصغيرة المتواضعة اللي بحط فيها التليفون بتاعي الجديد بصراحة، فانا جبت له شنطة مخصوص يعني، الناس بتجيب جراب فانا جبت له بصراحة شنطة يعني، عشان كنت خايف عليه بصراحة وما زلت. وادي الزمزمية اهي. ادي الزمزمية بجد عطشان بصراحة، تسمحوا لي ان انا اشرب بعد اذنكم يعني حتى هي فاضية تفرشت شوية. بس وادي الزمزمية بتاعتي، بس انا اشتريتها وكنت كاتبها على السبورة يعني، فاهمة؟ دي بكرة لزق بعمل بيها حاجات كتير بصراحة، بتساعدني اعمل حاجات كتير.
تمام. ده المايك. برضو في حاجة عملتها هنا، بص يعني زي المراية ديت كده، اللي شايفها انا عامل المراية ديت علشان طبعا التليفون الكاميرا بتاعته الخلفية كويسة، احسن من الكاميرا الامامية. فانا ببقى عايز اشوف الايه عايز اشوف نفسي، يعني عايز اشوف انا مظبوط، الكاميرا الكادر مظبوط او مش مظبوط او كده يعني. فبحاول ان انا ايه، ايوه، فبحاول ان انا اصور يعني ايه بالكاميرا بحاول ان انا احط المراية علشان اشوف نفسي الكاميرا تمام او لا مظبوطة ولا لا، عشان مفيش حد معايا بصراحة. بس في حاجة تاني ما قلناهاش طبعا. هنا بقى، هنا في سلك بقى، هو ده بتاع اللمبة ديت. اللمبة دي كبيرة بصراحة، بتساعدني برضه. انا مش عارف 50 واط تقريبا او 45. فدي انا لما باجي اذاكر على الارض بصراحة بنورها، تساعدني بصراحة. ممكن هنعمل حادثة. الحمد لله. كنا هنولع النور كده. كده كده تمام، ظهرت بشكل كويس. بس هذه غرفتي ال آه، الصغيرة الحمد لله، والكبيرة في نظري. الحمد لله. هذه غرفتي، وهذه كل ما وهذا المكان كل ما يخرج هذه الإبداعات. بس يعني كده الكاميرا بقى، بص بقى المراية بقى ظبط معايا ازاي كده. دي نضارتي زي ما قلت لكم، انا جايبها عشان العفرة، بتحمي العين شوية. بس كده من النضارة. بس يعني معلش يعني، الحمد لله. الحمد لله انا شغال. الحمد لله. أنا مش عارف ان المنظر ده اتاخد، بس طبعا انا عامل ستارة كده، ده العازل بيني وبين اوضة النوم. فبصراحة يعني عجبني اوي. اهو. يعني انت بقى حضرتك بقى ايه مين بقى عنده حجة؟ يعني مين عنده حجة؟ مين اللي عنده حجة يكتب لي بقى في الكومنتات بقى يعني. عنده حجة يكتب لي في الكومنتات. ماشي. اتمنى دايما تكونوا في افضل حال، واتمنى دايما يكون الفيديوهات اللي انا بعملها تفيدكم باحسن شكل ممكن وباحسن طريقة، وتستفادوا منها اكثر استفادة ممكنة، وتكون دايما يا رب دعم وحماس وتشجيع ليكم. واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله بصحة وعافية وسعادة وخير. سلام.